خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحوالكم طيبه. اللي باش نشارك معكم واحد الوصفه، هي علاج التوكال. بزاف ديال الناس اللي عندهم الوجه ديالهم، مره يكحل، مره يزرق، مره تحسوا بالوجه ديالكم صافي، مره تحسوا به مقصح، مره المهم كل مره كيفاش كتكون النظره في الوجه ديالكم. فاش كتشوفوا في المرايه كتكون كل مره كتشوفوا صفه جديده. والتوكال اللي كيخرج لنا الاخر، داكشي اللي يكون عندنا في المصارم هو اللي كيطرمن لنا في الوجه ديالنا. اي حاجه كتكون عندنا في الذات ديالنا كتبان على الوجه. غادي نعطيكم هذه الوصفه كنديرها الجده ديالي. عندنا ثلاثه ديال المكونات. المهم هاد الوصفه هي غادي نديروها باش نتقياو، وإلا ما تقييناش غادي تولي، يعني غادي تجري لنا الكرش، يعني الكرش ديالنا غادي يولي عندنا اسهال. المهم هي في كلتا الحالتين دايره مفيده زعما. عندنا هنايا هذا يقولوا له غسول الكسا. هذه عشبه كيقولوا لها غسول الكسا. انا هنايا درت غير شويه شويه حيت غادي نديرها ترقد. غسول الكسا، مغرفه كبيره. هنايا عندي الريحان، مغرفه كبيره. هنايا عندي الورد، مغرفه كبيره. غادي نحيدو هاد الاخر، هاد الخضوره ديال الورد، هاد الشجر تاع الورد نحيدوه ونخليو غير الورد بوحدو بحال هكا. المهم داكشي خاصو يكون جديد. تجيبو باش ديرو حيت غادي نستعملو هاد الوصفه، نستعملوها 3 ايام في السيمانه، والسيمانه الجايه ما نديروهاش حتى السيمانه الاخرى، ونديروها عاود 3 ايام في السيمانه. انايا غادي نديرو حيت انا ما كان كاين لي الناس اللي ما كيقدروش يردوا، ما كيقدروش يتقياو، ما يكونش عندهم التقيؤ، ما عندهمش الجهد باش يتقياو، ولا ديك التقيه ما كتبغيش تخرج. خاص نشربو بحال انا غادي نشربو في الليل، غادي يدير لي اسهال. انا ما نقدرش نرميه يعني بالفم، غادي ندير اسهال. بحال شي حاجه سميتها الجريه، ولكن ماشي بهذا تاع الجريه. ماشي كلشي كتجري له الكرش، كاين اللي كيرميها ويتقياها، كاين اللي كتولي له اسهال، يعني في نفس الوقت كتغسل المصارن. هاد الغرض ديالنا حنايا المصارن ديالنا يتغسلوا. كما قلت لكم في الوجه ديالنا كيكون الكلف، كيكون المهم داكشي اللي كاين في الوجه ما حدنا نديرو في هاد التعواد، حنا كنقولوا له التعواد، ما حدنا نديرو فيه والدات ديالنا كتصفى. كما قلت لكم هنايا الغسول الكسا عندنا معلقه بهذا بالعشبه. كنديروهم في الليل وكنديرو فيهم يطرو ديال الماء. مع الفجر كنتنوض الجده ديالي مع الفجر تصلي تتصلي وتصفيه وديرو يسخن غير واحد شويه باش تقدر تشربو، يعني حيت بارد قاصح شويه. صافي كتقرا عليه كنتقرا عليه غير الفاتحه. المهم داك الصور ديال القران اللي تعرفهم هي كنتقرا، داكشي اللي المهم كتكون النيه، داكشي اللي حافظينه قراوه على هذا الماء وشربوه. دوروا مع شغلكم عادي. دابا الفجر راه يودن تقريبا قريب يصبح الحال، يعني دوروا مع شغلكم. فاش يجيكم يجبد لكم داكشي اللي عندكم في المصارن كامل كيجبدوا، يعني صافي كيتجمع دوك السلوكه كيتجمعوا. صافي تبغي ترد، صافي دير واحد البيدو هكايا سطل ورد فيه، تكون ما محتاجوش كتكمل به تلوحو وصافي تتقيا فيه. غادي تلقى السلوك هكا، داك السلوك هكا كتلقى داكشي مليس، ما عرفتش كيفاش غادي نسميه لكم. غادي تلقاه هكا وتلقى صافي تحس بالراحه. تكون وجدت واحد الكاس ديال الماء، غير كاس ديال الماء العنبه ولا المهم يكون دافي، وفيه فيه واحد شويه ديال الملحه. تخلطهم مزيان وتشلل بهم فمك 3 ديال المرات. هكا كانت ديال الجده ديالي كتشلل به الفم ديالها وصافي. مره اخرى الغدوه ليه نفس الشيء، يعني بحال هذا دابا غادي نديرو في الليل باش الفجر نشربو. الغدوه ليه في الليل عاود نفس الشيء، مع الفجر عاود تشربو. ونفس الشيء تقراو عليه القران، خاص تقراو عليه ضروري ديروا النيه وصافي، قراو داكشي اللي تعرفوا. 3 ايام. النهار الثالث عاوتاني كنديروه في الليل، كانوا موجودين هكايا كنديروه في الليل. كنديروا عليه اليوطرو ديال الماء بارد، نخليوه حتى الفجر، نسخنوه ونصفيوه وصافي نقراو عليه ونشربوه. غادي نبقاو نرميو كما قلت لكم. اي حاجه عندنا في المصارن ماشي هي هذيك غادي نرميوها، هي في تقيه، هي كتديرنا تجرينا الكرش، يعني كديرنا الاسهال. هادشي اللي كانت دير الجده ديالي، يعني هادشي ما كيخطاناش حنا من الدار.
بحال الصابون. دابا راني درت انا غير قدر مغرفه هذا غسول، انا كنخلط الغسول مع الصابون، المهم هو سميتو غسول الكسا. وصافي الدراري الصغار ما تعطيولهمش، كي نساء كي الرجال كلشي يدير هاد الوصفه، وغتحسوا بالراحه ديالكم. غادي ديروا سيمانه وسيمانه لا، سيمانه وسيمانه لا، حتى تصفى وتحسوا بالذات ديالكم خفيفه. وهذاك في بعض المرات كيكون عندنا الصدر ديالنا عامر، وكاي شي بعض الاخوات كيقولوا لي حنايا تجينا التقيه ولكن ما نقدروش نتقياو، بحال شي حاجه مجيفانا، يعني شي حاجه تخنقنا في الصدر ديالنا. وفي الفم ديالهم كيكونوا دوك السلوك هكايا، دوك بحال الرغاوي. هذا غادي يصفي لك المسار، ما يخليك لا رغاوي لا سلوك لا حتى شي حاجه. المهم نتوما غير جربوا هاد الوصفه، راه ما غاديش تندموا عليها. اصلا الورد راه كينقي، الغسول كينقي، الريحان عاوتاني عنده الفوائد اللي هي كثيره. كاع الاعشاب اللي كنعطيكم راهم مجربين. غادي تبقاو ترميو حتى تحسوا بداك الاخر ديالكم صفى. يعني اخر مره ديروا فيها هاد الوصفه غادي تحسوا بهذاك بداك السطل اللي تقيتو فيه. عشان انا قلت لكم ديروا سطل باش يبان لكم واش ترميتو. فاش ترميو ديك الرميه التاليه يعني غتحسوا باللي غير الماء بوحدو، تحسوا باللي تقيتو غير الماء بوحدو، ما فيش هذاك داك السلك هكا، داك السلوكه. ما كتلقاوش هذيك الماده اللزجه اللي كتكون عندنا في المسار المرضانه، غادي ما تلقاوهاش في التالي. من داوموا على هذه الوصفه في التالي ما غاديش تلقاوها، تلقاو غير الماء كيما شربتوه ترميوه. يعني ما عندوش شي هذا، ما كاينش فيه هذاك السلوك. يعني يكونوا صفيتو، وكل ما تحسوا بشي حاجه ضركم في المسار ديالكم، كليتو شي حاجه ضرتكم، ولا تخطيتوا شي حاجه، ولا المهم اي حاجه تقدر تكون شي حاجه كاع ماشي ديالنا كتلصق فينا، ديروا هاد الاخر، ديروا هاد الوصفه. كليتو شي حاجه حسيتوا براسكم ديك الحاجه هي اللي ضرتكم، نيشان ديروا هادي. واخا تقدروا ديروها في النهار، ولكن تكون قبل الماكله، قبل ما تاكلوا. بحال دابا تبغيو ديروها مع العصر، ديروا الحساب باش غادي تاكلوا دروك، غتبقاو صايمين حتى لذاك الوقت. يعني بحال الا فطرتوا الصباح حتى العصر وديروها. يعني هي تخدم باش تنقي لنا. الا كنا كلينا ما غاديش تخدم لنا، بصح الا كنا على الريق غادي تخدم لنا وتجمع لنا كاع الميكروب اللي عندنا في الكرش. هذه هي الوصفه ديالنا اليوم، نتمنى تعجبكم وتنفعكم، والله يشافي الجميع. وبسلام عليكم مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله يا ربي.